السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مشاهدينا الأعزاء، مرحبا بكم. نبدأ مع الدوري الهولندي ومع الجناح الطائر أنيس حاج موسى الذي يعود للتسجيل مع ناديه فاينورد الهولندي بعد طول غياب وبعد صوم عن التهديف. ها هو يعدل النتيجة لناديه فاينورد ضد ايزاد الكمار في الدوري الهولندي الممتاز، لتنتهي المباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لهدف، ليكون أنيس حاج موسى مؤثر في المباراة. وفي الخبر الثاني نقود جوهرتنا إلى بلجيكا، حيث شارك جيتون وتطراوي أساسيين مع ناديهما شارلوروا، حيث قام تطراوي بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء ليسجل هدفا رائعا لناديه شارلوروا بعد تمريرة من الدولي الجزائري الظهير الأيمن جيتون. تطراوي يبين عن قدرته على تحمل وسط الميدان بقوته الجسمانية، والحمد لله، حيث سيستمر إن شاء الله في التألق، ولما لا خطف مكانة أساسية في الخضر. وأنتم مشاهدين الأعزاء، هل ترون جيتون سيستدعى للمونديال، أم أن بيتكوفيتش له رأي آخر بمشاركة عبادة على الظهير الأيمن، أم أنه سيستقر على جيتون ولاعب إيلاس فيرونا الإيطالي؟ بالتوفيق للاعبين وحظ أوفر في المباريات القادمة، وإن شاء الله لا إصابات. نذهب إلى الدوري النرويجي وإلى لاعب روسنبورغ النرويجي أمين شيخ، الذي دخل أساسيا مع ناديه بعد طول غياب ليسجل الهدف الثاني ويطمئن الأنصار الذين فازوا بهدفين دون رد ضمن الدوري النرويجي بعد غياب طويل. أمين شيخ يعود للتسجيل مع ناديه، حيث أبان على نصف قدراته، ولما لا التألق إن شاء الله في المناسبات القادمة، ليكون محط الأنظار في مونديال أمريكا وينافس على مركز المهاجم، حتى وهي في غاية الصعوبة مع وجود أمين كويري وبغداد بنجاح وأمين عمورة. ما رأيكم مشاهدينا الأعزاء؟ فهل سيكون أمين شيخ ضمن قائمة بيتكوفيتش، أم أنه لا يزال بعيدا عن مستواه الذي أدى به إلى الخروج من كل الحسابات؟